بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، واش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة وتكونوا مهنيين يا رب العالمين. الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم راح تكون وصفة خفيفة ظريفة كما عودتكم، اللي هي خبيزة السلق ولا فطيرة السلق. هذه الوصفة البنات اقتصادية، ما فيها لا لحومات لا شحومات لا طون لا والو، فيها غير البطاطا والسلق وحبات تاع بيض، وانتم وجدتوا احلى فطيرة. الناس اللي راهي تصوم يعني ترقص عليكم تخمام، تقدروا توجدوها مع سوب ولا شوربه ولا كيما حبيتوا، وراهي راح تكون عندكم كيما نقولوا حنايا طابله متوله. هنا واش نسحقوا البنات؟ نسحقوا حبات بطاطا مقليين هكا مربعات. الناس اللي يحبوا الاكل الصحي تقدروا البطاطا تفوروها، ما ديروهاش مقليه، يعني اللي حبيتوها اكثر صحه ولا الناس دير ريجيم ولا فوروا البطاطا. ونسحقوا السلق. انا السلق تاعي حكمته فورته، انا هذيك الكميه اللي شفتوها هي ثلاثه ربطات تاع سلق، حكمتهم غسلتهم مليح قطعتهم وفورتهم. هنايا المقله تاعي، هذه المقله كنت قليت فيها البطاطا، من بعد نقصت منها الزيت، خليت زوج مغارف ولا هكا تاع زيت، ربيت فيها زوج سنات ثوم كبار وحطيتها فوق النار. نخلي هذاك الثوم تاعي يتقلى على نار قليله باش ما يتحرقليش، مع نحركو نقعد نحرك فيه. ومن بعد نزيدو هذاك السلقه تاعنا. السلقه تاعنا زدت عليه شويه ملح، درت شويه كمون وفلفل اسود. انا نحب الكمون في الوصفات تاع في الوصفه تاع السلق. البنات اللي يحبوا يديروها حمر، يعني فيه لاصوص يعني حمر، ديروا شويه تهريسه، شويه طماطم مصبره، وديروا ثانيك فلفل عكري، وربيو حبه طوماطيش ولا تكون هكا طايبه، ربيوها وخليو هذيك لاصوص طيب باش ترموا السلق. بعد ما يطيب السلقه تاعنا نجو نزيدو عليه هذيك البطاطا نقطعها هكا كيما راكم تشوفوا. زدت عليها شويه تاع الملح. انا البطاطا البنات نقليها بلا ملح باش نحافظ على الزيت تاعي ما يتاكسدليش. نزيد هنايا بعد ما زدت الملح جيت زدت البيض. للامانه البنات انا البيض تاعي صغير، درت 5 حبات بصح صغير، يعني نتوما الا تشوفوا على حساب البيض تاعكم، يعني تقدروا ديروا من 3 حتى 4 حبات الا كان كبير. نتوما هنايا تجوا تخلطوا وتشوفوا الخليطه تاعكم كيفاش يكون، ثماك البنات تعرفوا يعني شحال ديروا بيض. انا قلت لكم للامانه درت 5 حبات لخاطر صغير بزاف البيض تاعي. ودرت هكا الفرماج. هنايا البنات تزيدوا هنايا الكراح اللي مقطع، تزيدوا شويه حليب هكا، واحد حق زوج مغارف ولا تاع حليب، خاطر حنا كطيب لنا هذه الفطيره تاعنا البيض راهو رايح ينشف. هذيك الحليب كي نزيدوه راح يخليها من الداخل كيما حنا نقولوا هكا شغل طريه مشمخه، ما تكونش ناشفه بهذاك البيض. تقدروا ديروا ثانيك باطا تاع بتي سويس، تقدروا ثانيك ديروا ربع كاس على كريم فريش، نتوما واش حبيتوا، يعني الا ما كاش كامل ديروا الحليب. نخلطوا هكايا مليح البنات، وقلت لكم تجوا تشوفوا القوام تاع هذه البطاطا تاعكم يكون شويه خفيف، يعني تحسوا باللي البيض راه مغطي كامل هذاك الخليط. تجوا تسخنوا المقله مليح، ديروا فيها مغرفه زيت وتخلوا المقله تاعكم تسخن مليح، والاهم انه تطيبوها في مقله تكون ما تلصقش. نحطوا هذاك الخليط تاعنا ونجوا نسقموا هكا بالمغرف، يعني باش نساويو هذاك الوجه وتجينا الخبزه تاعنا كامل سوا يعني كامل هكا ماشي معوجه ولا. نسقموها، نقصوا شويه للنار، ما نخلوش على نار قويه ومشي على نار قليله، نار متوسطه. نقصوا للنار ونخليوها تطيب، يعني حتى تاخذ لكم واحد 10 دقائق باش هذاك البيض تاعكم يطيب. كي تطيب البيض تاعكم تحسوا بها طابت من تحت، نجيبوا طبسي نغطوا عليها ونقلبوها. تجيبوا طبسي ولا خطيوه ولا نتوما واش عندكم. شوفوا كيفاش طابت لي من تحت، طابت لي هكا ما شاء الله. نزيد نقلبها ونخليها واحد 10 دقائق. هذوك الرغاوي لكم تشوفوا فيهم هذاك ماشي زيت ولا البنات، هذاك البيض خيشتوا البيض كي نطيبوه، يعني الطريقه مع التاليك شغل كيما طيبوا فريت اومليت. هكايا شوفوا ونقدموها. وشوفوا انا درت معاها مطلوع ودرت شوربه، يعني كنت صايمه. شوفوا كيفاش جا المطلوع تاعي، ان شاء الله غدوه ان شاء الله نحط لكم الفيديو تاع المطلوع. وهكا ونقصت على روحي تخمام. نتمنى البنات ان الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم، جربوها وما تنساوش جام والى الملتقى.